هلو يا حلوين، عاملين ايه؟ لو عايزة تعملي أكلة سهلة وسريعة وطعمها يجنن، جربي معايا طاجن البسلة باللحمة المفرومة. لو زهقتي من الوصفات التقليدية وعايزة حاجة سهلة وطعمها يفتح النفس، يبقى لازم تجربي الطاجن ده، وعلى ضمانتي هنعمله خطوة بخطوة مع بعض. يلا بينا. أول حاجة هنعصج اللحمة. معانا بصلة كبيرة مفرومة، نص كيلو لحمة، هننزل بالبهارات: فلفل اسود معلقة صغيرة، ملح، توم باودر، بابريكا، حبهان مطحون، ده كله معلقة صغيرة. اول ما نخلص اللحمة هنبدأ بالبسلة. بصلة كبيرة مفرومة. اول ما البصل يكون معانا بالشكل ده هننزل بنص كيلو من البسلة. انا عاملة الكمية دي لشخصين. هنقلبها مع البصل لمدة دقيقتين. بعد كده هننزل بفنجان مية ونوطي النار ونسيب البسلة تاخد نص سوا. بعد ما خدت نص سوا هننزل بالجزر. وبعد كده هننزل بكيلو من عصير الطماطم. البهارات: مرقة دجاج فوري معلقة صغيرة، فلفل اسود، كاري، بهارات لحمة، بابريكا، توم باودر، ده كله معلقة صغيرة. وبعد كده هنسيبها على نار هادية لمدة نص ساعة. اول ما تبدأ تستوي هننزل بمعلقة ملح كبيرة ومعلقة صغيرة من السكر. انا المفروض حطيت السكر مع البصل في الاول بس انا نسيت. وكده البسلة هتبقى جاهزة معانا. في بايركس مقاس وسط هننزل بالبسلة. وعلى الوش هننزل باللحمة المفرومة وهنحطها في الفرن لمدة 10 دقايق. هنولع عليها من فوق وتحت وبس كده. يا رب تكون الوصفة عجبتكم النهاردة وقدرت افيدكم. جربوها وصدقوني اللي مش بيحبها بلحمة قطع هتغيروا رأيكم في البسلة خالص. ولو عملتوها يا حلوين قولولي رأيكم، وما تنسوش تدعموني بلايك وشير عشان تشجعوني اقدم لكم وصفات جديدة كل يوم. اشوفكم على خير. باي باي يا حلوين.